على بعد كيلومترين من محول حد سوالم وقع اصطدام بين سيارتين خفيفتين مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص من بينهم 3 أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وإصابة شخص آخر بجروح بليغة. كات جايه من اتجاه جديده والبي ام جايه من اتجاه ديال الدار البيضاء، ولكن الكات خرجت من اللي هو الشيكروفيزيو او للنعاس. ولم تعرف حتى الآن ملابسات هذه الحادثة التي وقعت على الطريق السيار بين مدينتي الدار البيضاء والجديدة. أما الشخص الوحيد الذي نجا من الحادثة بأعجوبة فقد تم نقله إلى مستشفى الجامع ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي الإسعافات الضرورية. ما عرفت دابا لا فواتير مشات في الميليو وضربات اون اوتر فواتير واني هنا. بور المومون تلقى الاسعافات الاوليه عندنا هنا في الانعاش ديال المستعجلات ديال لو سي اش دو كازا و اون اتون دو فير لو بيلون ليزونيل باش نعرفوا الحاله ديالو. في لمح البصر تبخرت حياة أشخاص لا شك ستترك وراءها مآسي اجتماعية ونفسية واقتصادية، فالمزيد من الحذر على الطريق.